فيلمنا النهارده بيبدأ في عالم غريب شوية، عالم عملته الأساسية هي الوقت، وبينقسم العالم ده ل 12 منطقة زمنية من الأفقر للأغنى، وأعمار الأشخاص في العالم ده بتقف لحد 25 سنة وبس، ومش بيكبروا بعدها، وممكن يعيشوا للأبد لو معاهم وقت كافي. أما بقى لو معهمش بيموت بعد سنة واحدة من بعد ال 25. وده ويل اللي عمره 28 سنة، ودي والدته راشيل اللي عمرها 50 سنة، وبيحتفل بعيد ميلادها قبل ما يروح الشغل، وبتديله نص ساعة من وقتها عشان يعرف يتغدى. وبيطلع على المصنع بتاعه، وفي الطريق بيشوف واحد ميت بسبب ان وقته انتهى، وبيخلص شغله ويقبض اخر اليوم مرتبه اللي بيكون عبارة عن وقت جديد بيتضاف لعمره. وفي اخر اليوم بيروح يشرب مع صاحبه فورة، ولكن بيشوف واحد معاه قرن كامل من الوقت، وبيحاول يحذره ان كده هيكون في خطر. لكن قبل ما يكمل كلامه بيدخل عليهم فولس وعصابته، واللي ناوي يسرق وقت الشخص الغريب ده ويقتله. بس ويل بيتدخل وبيهربوا من المكان اللي هم فيه، وبيتعرف عليه وبيعرف منه ان اسمه هنري وعمره 105 سنة، وانه مكتئب لانه زهق من الحياة بسبب الناس اللي بتموت كل يوم قدامه. وبيشرح له ان العالم منقسم ل 12 منطقة زمنية عشان الأغنياء يقدروا يلموا الفقراء في مكان واحد ويستهلكوهم. بس ويل بينصحه إنه لازم ينام في مكان آمن ويخلي باله من وقته كويس. وبيصحى ويل من النوم بيلاقي هنري نقل له كل الوقت، وبنشوف هنري واقف على جسر لحد ما وقته بيخلص وبينتحر ويموت. ويجري ويل يروح لصاحبه ويحكي له عن اللي حصل، ويقول له انه هينتقل لمنطقه نيو جرينتش، ودي المنطقه الاغنى اللي فيها الوقت الكتير. بعد كده بيروح ويل عشان يستنى والدته عند محطه الاتوبيس، لكنها ما بتجيش لان تيكت الاتوبيس زادت الضعف وما بتقدرش تركب، وبتحاول ترجع بس بيكون وقتها خلاص قرب يخلص. وبيجري ويل عليها عشان ينقل لها وقت من عمره، بس في اللحظه الاخيره وقبل ما يلمس ايديها بتكون ماتت لين لان وقتها انتهى. وهنا ويل بيسيب المنطقه بتاعته وبيقرر ينتقل لنيو جرينتش. وفي نفس الوقت ده بيتم التحقيق في موت هنري عن طريق راي، واللي بيحاول يعرف ال100 سنه بتوع هنري راحوا فين. وبيقدر راي انه يوصل لمكان ويل عن طريق كاميرات المراقبه في الوقت اللي ويل بيحاول يتعود على حياته الجديده. وبيقرر ويل يدخل كازينو وبيلعب البوكر مع واحد من اغنى رجال الاعمال، واللي بيخسر قدام ويل، ويعرفوا على بنته سيلفيا واللي بتعزمه على حفلتهم. ويروح هناك وبيتعرف على عيلة فيليب، وبيبدأ ويل ان هو يعجب بسيلفيا، ولكن راي بيقتحم الحفلة ويقبض على ويل، وبيبدأ استجوابه بتهمة قتل هنري، وبيوجه له ان هو اللي سرق الزمن من هنري، وبيتم سحب كل الوقت منه، وما بيسيبش الويل الا ساعتين بس عشان يقدر يرجع لمنطقته تاني. بس ويل بيقدر يتغلب على اللي معاه ويسرق مسدس ويهرب منهم، بس بياخد سيلفيا رهينة عشان يقدر يخرج من القصر، وبيهرب بعربيته. بس وهم بيهربوا بيدوس على فخ مسامير والعربية بتتقلب بيه هو وسيلفيا، وبتتعرض سيلفيا لمحاولة سرقة كل الوقت اللي معاها. لكن قبل ما ده بيتم بيكون البوليس قرب، فبيهرب الجاني ويسيبها هي مع 32 دقيقة. وهنا بيفوق ويل وسيلفيا وبيروحوا الكولر اللي كان اداها 10 سنين من عمره لما كان معاه 100 سنة، وبيعرف من مراته انه مات بسبب الاسراف في الشرب، ويروح يبيع حلق من الماس مقابل يومين بس قبل ما وقتهم ينتهي. وبيتصل ويل بويزو ابو سيلفيا وبيطلب منه 100,000 سنة مقابل اطلاق سراحها، وانه لازم يدفع في بنك الوقت خلال ال 24 ساعة الجايين والا مش هيحصل. طيب ويروح ويل يستخبى في مكان قريب من البنك ويستنى تاني يوم، ولكن بيلاقي ان طلبه ما بيتنفذش، فبيقول للبنت انا ما كنتش عايز اخدك رهينه وانت حره، وبيديها المسدس عشان تعرف تحمي نفسها لحد ما بتتصل بباباها. ولكن اثناء المكالمه بتاخد بالها ان راي عرف مكانهم وجاي من ظهر ويل، وترفع مسدسها وتضرب على راي نار عشان تحمي ويل. وبعد كده بياخدوا عربيه ويهربوا من المكان ده، ويقرر ويل وسيلفيا انهم يقتحموا بنك الوقت وياخدوا اللي هم يقدروا عليه ويوزعوا على كل الناس الموجوده في المنطقه. ويكتشف راي مكان ويل مرة تانية وبيحاول حصره ويطارده، ولكن ويل بيهرب منه تاني وبيستخبى في فندق قريب. بس هنا بيلاقيه بولس وعصابته مرة تانية، وبيقرر انه يلعب على كل الوقت اللي معاه واللي يكسب ياخد عمر التاني. وبالفعل يبدأ فولس بسحب كل الوقت اللي مع ويل، ولكن قبل ما ينتهي الوقت بيقلب ويل اللعبة في صالحه وبيستهلك كل وقته. واثناء اللعبة بيسحب مسدس من واحد من رجاله فولس ويقتلهم كلهم، واخرهم فولس اللي بينتهي وقته كله وبيخلص منه. بس بعد كده بيتفاجئ ويل ان في زياده في اسعار بنسبه 35% بتطبق مره واحده، وده بيخليه يفقد الامل ان مفيش سبيل للفوز، وتحقيق العداله مش موجود، وان الموضوع محتاج مش اقل من مليون سنه عشان يقدروا يحسنوا الوضع. وسيلفيا بتقول له انها هتجيب له المليون سنه دول من باباها، اللي بتروح له تاني يوم على اساس انها تسلم نفسها وتشتت انتباه الحراس اللي مع والدها، لحد ما ويل بيدخل في وسط الحراس وبياخد باباها رهينه، وبيطلع مكتبه ويفتح الخزنه بتاعته وبيسرق مليون سنه ويهرب بيهم. وبيفضل ويل وسيلفيا هربانين لحد ما يدخلوا منطقه ال 12 القديمه اللي كان ساكن فيها ويل، ويقدر يحط مليون سنه في البنك لكل المنطقه. وبيكمل هروب من راي اللي بينسى ياخد باله ان وقته بينتهي اثناء المطارده، لحد ما بيحاصر ويل، وقبل ما يقبض عليه بيلاقي ان وقته انتهى وبيموت وهو واقف قدامهم. وبيتحط ويل وسيلفيا في موقف ان وقتهم هم كمان بيخلص، وبيجروا على عربيه راي اللي فيها وقت، وبيلحقوا ياخدوا وقته فعلا قبل ما يموتوا. وبسبب المليون سنه اللي اتوزعت على جميع المناطق بنفس التساوي، فنظام التحكم في الوقت انهار وبقت كل المناطق متساويه، فبقى كل المواطنين قادرين يتحركوا ما بين كل المناطق بدون مانع. ويستمر ويل وسيلفيا في تحقيق التوازن
بين المناطق وبين البشر. وبكده تكون انتهت حكايه فيلمنا النهارده. استنوني الفيلم الجاي. انا رامز عادل وده المغبقنجي. سلام.